هاي التجربة قدامكم. ترغوي رغوة الله يبارك. السلام عليكم ومرحبا بكم. اوريغانو ديزاد الاعشاب والتوابل الطبيه. كما عودناكم كل مره نتكلموا على عشبه مفيده. اليوم الدور راح يكون على عشبه الريتا الهنديه. هذه تجي بهذا الشكل، تجي عباره عن ثمار الريتا الهنديه ولا صابون الاريتا. هذه البلد تاعها المشهور هي الهند. هذه تستعمل كبديل طبيعي للشامبوهات التجاريه ولا الكيميائيه. هذه فيها ماده صابونيه يغسلوا بها، تجي بهذا الشكل. هذه تغسل الشعر، تنظف الشعر بقوة، وأيضا تعطيه اللمعان. هذه احتواء على مادة صابونية، صافي دير الرغوة عادي كما راكم تشوفوا فيها. هي عبارة عن بذرة طبيعية بصح ترغوي الشعر ولا أروع. أيضا تساعد في نمو الشعر، تعزز القوة تاعو، تمنع الحكة تاع الشعر، وأيضا تعالج الشعر من قشرة الرأس. تحتوي على مضادات فطريات وأيضا مضادات بكتيرية. لو كنديروا لكم مثال طبيعي عليها، رانا نقعناها البارح. تجي بهذا الشكل بعد ما نكسروها. البذرة تجي كيما هكا، ونوجدوا فيها هاد الحبة هذه تحسب رصاصة. وبعد ما نقعناها تجي بهذا الشكل. لو كنا تشوفوا قدامكم التجربة، هاي وين لك. هاي بدات الرغوة تبان تاعها، هاي وين لك. يعني ترغوي ما شاء الله. هاي التجربة قدامكم. ترغوي رغوة الله يبارك. يعني فيها مضادات فطرية ومضادات بكتيرية، تساهم في غسل الشعر، تقوي الشعر، تنظف الشعر، وأيضا تعطيه اللمعان والقوة كما قلنا. وأيضا تستعمل كغسول للوجه، أيضا يمنع الحبوب تاع البشرة، ويساهم في تنظيف الشعر من البقايا والترسبات الموجودة على البشرة. هذه تجيكم بهذا الشكل، مازال الصابون تاعها تجي كيما هكا. هذه الاستعمال يكون فقط في هذه القشرة تاعها، وهذه الترمة، هذه الحبة تاع الترمة ما نستعملوش، فقط نستعملوه كمنقوع. طريقة الاستعمال سهلة بسيطة كما قدامكم. يعني احنا غادي راح نقشروها كيما هكا ونبعثوها لكم واجدة مطحونة. انتم ما عليكم الا تنقعوها في الماء ومن بعد تستعملوها في الشعر تاعكم. متوفر التوصيل الى جميع الولايات. مرحبا بكم.